السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هشارك معاكم توتويا. آه يعني زي ما تقولوا كده لحد عزيز على قلبي قوي. حبيت اعمله الفكره الترند، ما كنتش عملتها لحد قبل كده. وكمان حطيت الحشوه اللي هو بيحبها او اللي هي بتحبها زي ما تفهموها بقى. خلاص هي هتبقى باينه في الاخر هي المين. حطيت عندي الكيك كده، وكنت بسقيه بعصير المانجا. والمانجا هنا عندي كانت بوريه، يعني ولا قطع ولا عصير، يعني هي المانجا نفسها. بعد ما خرجتها من الفريزر قشرتها وهي متلجة، وبعد كده هرستها بالشوكة وبقت معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. حطيت عندي طبقات من الكريمة اللي انا مستخدماها في الحشو. غير الكريمة بتاعت التجليس ديت موس فانيليا. يعني الكريمه اللي انا حاشياها من جوه دي موس فانيليا. بتبقى طعمها حلو جدا، بتبقى عامله كانك بتاكلي كده ايس كريم، مش بتاكلي كريم شانتيه. بعيد عن فكره الكريم شانتيه خالص يعني. هنا كده كنت خلصت طبقات الكيك بتاعتي، وهغلفها بقى عشان تاني يوم تبقى جاهزة على الاستعمال على طول، او ان انا هديها الشرب اتش بتاعها على طول. فغلفتها كده بالكيس ودخلتها تاني الصينية بتاعتها. هي كانت مقاس 16 كيك صافي. غير التكليس طبعا ده بيبقى تفاصيل تانية بقى، للي حابب مثلا ياخد فكرة عن الموضوع ده يبقى يعرفني وانا هفهمه اكتر. عشان نخلينا في التورتايه بتاعتنا دلوقتي. هنا كان تاني يوم بعد ما الكيكة عندي بقت متلجة كده، اقدر ان انا انططها وهشكها واعمل فيها اي حاجة. مش هبقى قلقانة خالص لان الكيكة عندي متلجة جدا. بعد كده حطيت عندي الكريم الشانتيه. انا هنا الكريم اللي مستخدماه. انا اولا انا مصدومة من الشكل اللي انا شايفاه دلوقتي، لان الكريمة مفرغة معايا جامد جدا. ديت مش الكريمة اللي انا بشتغل بيها على طول، انا بشتغل بكريم ريتش المتحدة. كريمة لباني بتبقى حلوة جدا كطعم وككمية وككواليتي وكل حاجة كانت حلوة جدا. لكن للأسف أنا ما لقيتهاش قريبة مني، فما لقيتش غير كواليتي دارجت هي دي اللي أنا استخدمتها. عايزة أقول لكم إن طعمها مش عاجبني، ملهاش علاقة بريتش المتحدة. بس شغالة يعني. الجيش بيقولك اتصرف. حبيت انا بقى اعمل هنا الفكرة بتاعت الكيكة بتاعت الهبة. حطيت الكلمة اللي انا عايزة اقولها من جوه، وبعد كده حطيت عليها لزقة زي ورقة ستيكر كده، بحيث ان انا هشيلها وتبقى هي الكلمة اللي موجودة معايا على الكيكة من تحت. انا مش عايزه بس اسرح منكم في الكلام، بس ان شاء الله ما فيش حاجه هتفوتني واقدر ان انا اشرح لكم كل حاجه بالتفصيل. هنا عشان شكل الكريمه كان معايا مفرغ قوي، فبليت عندي السكرابر مش بميه سخنه، لان كواليتي اصلا ما بنستخدم لهاش ميه. عشان هنا بقول لكم مش كل الكريمات وانت بتديها الشرب اتش بتاعتها بتتحط في ميه سخنه. السكرابر ما بيتحطش في ميه سخنه. هنا حطيت لها السكرابر في ميه عاديه خالص، شطفته بس وبعد كده استخدمته. فظبط معايا الدنيا واداني سطح املس. وكمان برضو عشان ابقى مغطيه على الموضوع اكتر، حبيت ان انا اعمل زجزاج وحطيت جزء من اللون كده صريح، عشان انا مش حابه الكريمه نفسها تبقى ملونه من جوه. يعني انا عايزه بس ادي تاتش من اللون مش اكتر. وعملت كده بنفس السكراب اللي انا شغاله بيه، عملت بيه زجزاج كده او امواج. وهنا كمان هعمل بالسباتيولا من فوق كده برضو عشان يبقى الشكل كله فيه تعريجات كده. حبيت كمان هنا يبقى الحروف بتاعتها شكلها عشوائي كده مش مرتبة. انا مش عايزاها مرتبة، عايزة شكلها عشوائي تبقى شكلها الطف اكتر. فالحتة دي كانت متسوية، فكنت بزود لها انا قطع كريمة كأن هي بقى ايه من نفسها، فاهمين انتوا. هنا كنت طابعة صورتين نفس الشكل بس احجام مختلفة. ده الحجم الكبير، حسيت ان هو هياكل لي منظر التعريجة اللي انا عاملاها اصلا وحباها تبان. وبعدين كنت حابة احط ديزاين كده اللي انتوا هتشوفوه في الاخر، اللي هو بتاع السنابل كده في الجنب لونها احمر. فحبيت ان انا احط الصورة الصغيرة عشان تبين معايا الديكور اكتر بتاع التورته. وجبت عندي ورد مجفف حطيته كده على الاطراف. شكل بالنسبة لي اول مرة اعمله، يعني اول مرة انزله عندي سواء على البيج او هنا على القناة.
الورد ده شكله تحفة جدا. عايزة اقولك او عايزة اقول لكم بيتعمل في تورت الافراح او الخطوبة، بيبقى ناقل التورته في حتة تانية خالص. بعد كده حطيت صف من القلوب عشوائي على المكان اللي هيبقى مكتوب عليه الكلام اللي انا حابة اقوله من جوه. يعني هي اصلا دي الفكرة بتاعت الترند ده. وهنا جبت السنابل وابتديت ان انا اقصها عشان مش عايزاها طويلة قوي، مش عايزاها تبقى معدية التورتاية قوي. يعني انا عايزة الارتفاع بتاعها ما يبقاش عالي قوي، ما تبقاش اوفر، لان هي اصلا عندي بتبقى طولها حوالي متر، انا اللي بقصقص فيها العيدان بتاعتها. بس كده كتبت بقى من تحت: دمت لقلبي حتى نشيب سويا. طبعا كده التورته باينه بقت لمين. هنا دي ما كانتش اوردر، دي تورته معموله مخصوص للبيت، او معموله مخصوص لينا. فحبيت اني انا اشاركها معاكم بكل تفاصيلها. فده كان شكلها جميل جدا، وكفايه ان هي عجبت زوجي، لان انا طبعا كنت عاملاها له عشان كان عيد جوازنا. فهي تمشي معاكي فالنتاين، تمشي معاكي عيد جواز اكتر من الفالنتين. فده كان شكلها بقى. كمان حبيت اعمل لها سيشن كده، كان شكله حلو قوي. وهوريكم بقى شكلها من جوه كمان، واحنا بيتفاجئ بقى مثلا بالكلام اللي فيها من جوه. يلا بقى كفاية كده. ايوه بقى هنا بقى اللقطة هتيجي. طبعا بقى كان لازم نطفي الشمع الاول، وبعد كده نبقى نشوف ايه اللي موجود في قلب التورته من جوه. يلا يا حبيبي بقى طفي الشمع عشان نخلص من العيد ميلاد ده. ايه ده، مش هنغني الاول ولا ايه؟ يلا نغني. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو شوقي، هابي بيرثدي تو يو. يلا طفي بابا. ايه الكروته دي؟ انت هتقلبيني ولا ايه؟ خلاص بقى كده حبينا ان احنا بقى ايه ده، إيه الورقه ديت، ايه ده، واو. فاتفاجئنا بقى. انا طبعا ما اتفاجئتش لان انا وخلاص كده خلص الفيديو. والسلام عليكم.